تعالي النهارده نعمل وصفة بسم الله ما شاء الله تنفع معاكي رمضان بجد تحفة جديدة مختلفة. هاتي لفة جلاش وسامعين طبعا صوت القرمشة. عملناها بكل سهولة وبكل بساطة من غير ما نورق ولا نعمل أي حاجة. جبت أول حاجة كوباية مية وكوباية سكر ونص عصرة ليمونة أو نص ليمونة ورفعتهم على البوتاجاز عشان نعمل الشربات أو السيرب. هنا بقى جبت لفة الجلاش وقسمتها 2. هناخد النص ده ونركنه كده ونغطيه بفوطة، والنص التاني بعد ما قسمته 2 هقوم اقسمها 2 كمان مرة. فاهمني؟ يعني انا خدت النص الجلاش، قسمت اللفة نصين وخدت نص اللفة قسمتها نصين تاني. بعد كده جبت عندي زي ما انتم شايفين نص كوباية سمنة سيحتها في الميكروويف بلدي بقى، نباتي اللي انت حباه. وزي ما انتم شايفين خدت جزء كده من الجلاش بتاعي ودهنته بالسمنة. هقوم حط عليه طبقة كمان اهو زي ما انتم شايفين. وبعد كده جبت عندي الخلة اللي هي بتبقى سميكة شوية وحطيتها كده، وهرول عليها الطبقتين بتوع الجلاش بتوعي واسيب حتة من الاخر من غير اما يعني ارولها على الاخر. وبعد كده زي ما انتم شايفين الشكل بيتكلم عن نفسه. وبعد كده اقوم ضماها واقوم مكشكشاها كده زي ما انتم شايفين. وبعد ما كشكشها هقوم جايه واخده الطرفين قافلاهم على بعض كده، واقوم مسويه كده الجزء اللي بيبقى من جوه اهو بالشكل ده. واقوم رصاها في الصينيه بتاعت اللي انا ادخلها الفرن او في الصاج اللي انا ادخله الفرن. بعمل كده لحد ما اخلص الكميه معايا كلها بنفس الطريقه. الطريقه بتاعتها سهله وبسيطه جدا ومختلفه غير الطرق اللي احنا متعودين عليها. دي بقى سهله وبسيطه ومن غير ما نورق ولا اي حاجه، وما خدتش معايا ربع ساعه في التحضير وفي التسويه. وطبعا زي ما انتم سمعتوا صوت القرمشه واسمعه لكم تاني في اخر الفيديو. بجد الوصفه سهله وبسيطه وتستحق منك انك تقومي تجربيها او تحفظيها عندك لرمضان لو حابه تجربيها. كل سنه وحضراتكم طيبين. بصوا هنا خلصت الصينيه اهي، ولفة الجلاش كانت لسه ما خلصتش معايا. جبت بس بقية السمنة هوزع على الوش بتاع الجلاش كده، يعني اخلي كل الجلاش يشرب من السمنة. حتى في الاجزاء اللي هي المستخبية لا هنحط لها برضو، ونحاول نخلي كل السمنة متغلغلة في قلب الجلاش. وبعد كده ندخلها على درجة حرارة 180 واشغل عليها الشوايه حاجه بسيطه اهي. بصوا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. بقيه الكميه بقى كانت في الصينيه الصغيره ديت، حطيتها برضو وزعت بقيه السمنه بنفس الطريقه. بسم الله ما شاء الله. يعني كل كميه ما خدتش معايا نص كوبايه السمنه اللي انا حطيتها. زي ما انتم شايفين الحبه دول كلهم فاضوا مني بألف هنا وشفا. بعد كده بقى طلعتها من الفرن. هي طبعا هنا كانت الارضيه بتاعتها غمقت شويه بس ما اتحرقتش. بعد كده نزلت عليها الشربات. تمام. هي كانت طبعًا الشربات بارد وهي سخنة. وبعد كده بقى إيه، بعد ما نوزّع الشربات في الصينية ديّة وفي الصينية التانية، هاقوم جاية سايباها لحد ما تهدى بقى كده. وبعد كده نرصها في طبق التقديم. بعد ما نرصها بقى في طبق التقديم كُلي بقى بألف هنا وشفا، واسمعي بقى صوت القرمشة بتاعة الجلاش بتاعنا. وطريقته سهلة وبسيطة. وممكن كمان لو أنتِ حابة تحطّي في الفراغات ديّة تحطي مكسرات او تحطي جوزة هند وزبيب مثلا، ممكن برضو تحطي فيها براحتك يعني. انا بس انا حبيت اعملها كده لان الولاد عندي مش بيحبوا المكسرات نهائي. لما بعملها ساعات كده يعني عشان التصوير برجع بعد ما اخلص تصوير بيفضوها كلها من المكسرات اللي انا بحطها عليها. انا بقى جبت هنا عندي زبدة لوتس سيحتها مع معلقتين زيت وعملت عليها خطوط عشوائية كده بالطول رايح جاي كده. بالطريقة ديت انا ممكن ولادي يحبوها اكتر من ان انا لو ضفت عليها مكسرات. او ممكن بقى لو عندك اي نوع شوكولاتة بيضة شوكولاتة دارك تسيحيها برضو وتضيفي عليها على وشها كده. برضو طريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت جديدة ومختلفة. بألف هنا وشفا. بالله عليكم ما تنسوش تعملوا اللايك وتعملوا الشير والاشتراك في القناة لو بتشوفوني على اليوتيوب، وتعملوا متابعة لو بتشوفوني على الفيسبوك. يا رب الوصفة تعجبكم وتنول رضاكم، واشوفكم في فيديو جديد على خير. هنا بصوا سامعين صوت القرمشه. عايزه اوريكم بس التسويه من ظهرها ان هي مش محروقه. هي بس إيه غمقت سنه بس والله مش محروقه ولا ممرر اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله. تحفه تحفه تحفه. وطريقه سهله وبسيطه ومختلفه. بصوا سامعين صوت القرمشه. عجبت ولادي جدا جدا جدا. بألف هنا وشفا. يا رب الوصفه تعجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.